كل بداية وليها نهاية، لكن لما النهاية تبقى كارثة يبقى البداية ما كانتش عادية. بس البداية كانت من زمان قوي، فترة أرخميدس صاحب نظرية الطفو، واللي بتقول إن كل ما زاد حجم الجسم الفراغي كل ما زاد الطفو، بمعنى إن الحاجة الثقيلة لو فرغتها من جوه ومليتها بالهواء ده هيخليها تطفو. مارس 1912 أعلنت شركة وايت ستار لاين عن إتمام بناء سفينة بعد مجهود 3 سنين كاملة، واللي من المتوقع إنها هتبدأ أول رحلة ليها يوم 10 إبريل. والسفينة دي هي تيتانيك اللي طولها 269 متر وعرضها 28 متر وارتفاعها 53 متر. فسفينة بالمواصفات دي علشان نطبق عليها قانون الطفو لازم نفرغها من جوه بأكبر قدر ممكن. طبعا السفينة ما كانتش مبهرة بس في تصميمها الخارجي، لا ده نظام الأمان في السفينة واللي كان محسوب بدقة عالية جدا خلاهم يعملوا ماركتنج للسفينة تحت اسم السفينة التي لا تغرق. وفي الحقيقة الاسم ده ما جاش بالصدفة كده، لا ده مصممين على الاسم ده خصوصا بعد ما سفينة أولمبيك اللي هي تعتبر أخت سفينة تايتانيك نجت من الغرق بصعوبة. ومن هنا استغلت الشركة الموضوع ده وعملوا دعاية الرحلة حول المحيط الأطلسي على أكبر سفينة في التاريخ وقتها. وكمان السفينة دي مش بتغرق، ومش بس كده، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، ده احنا هنخلي كابتن سفينة تايتانيك هو كابتن سفينة أولمبيك إدوارد سميث. وقبل 10 أيام من إبحار سفينة تايتانيك حصل حريق في واحد من مستودعات الفحم جواها، وفي ناس بتقول إن الحريق ده أضعف من قوة الترابط بين الحديد اللي مصنوع منه السفينة. وتايتانيك كانت رايحة نيويورك بس ما كانتش الوحيدة، كان معاها سفينة تانية وهي اس كاليفورنيا. السفينة دي كانت ماشية عادي وفجأة صدفت عوامل جليدية، فبسرعة عامل اللاسلكي بعت إشارة استغاثة لكل السفن اللي حواليه. خلي بالكم يا جماعة في تجمعات جليدية. بس عامل اللاسلكي اللي على سفينة تايتانيك ما عبرش الرسالة، وبعد شوية بيكرر التحذير تاني، والمرة دي العامل اللي على سفينة تايتانيك أخيرا حن عليهم واستلم الرسالة. في ايه؟ ما هو يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بس الغريبة إن تايتانيك فضلت ماشية بنفس السرعة على عكس السفينة التانية اس كاليفورنيا اللي بتقرر تقف وتكمل إبحار تاني يوم. وهنا بيجي التحذير الثالث، بس المرة دي علشان السفن كانت قريبة من بعض فالإشارات بقت بتتسمع بذبذبات، فعامل تايتانيك قال له شات اب كابس لوك ام بيزي. بتقول ايه؟ عامل سفينة كاليفورنيا قرر يريح ساعتين في أهم ساعتين وقتها، وبعد 10 دقايق بس من نومه تايتانيك بتخبط في الجبل الجليدي. وعامل تايتانيك بعت رسالة لكل السفن اللي حواليه، كلهم ردوا ما عدا اس كاليفورنيا اللي هي كانت أقرب سفينة ليه، فشغلوا إنذارات الاستغاثة، وبرضه عمال كاليفورنيا ما ادهمش أي أهمية. بعد حوالي ساعة وبعد ما خلاص بقى فقدوا الأمل تايتانيك ضربت مشاعل الاستغاثة في السماء، وأخيرا طاقم سفينة كاليفورنيا اتحرك وبلغ القائد بتاعه اللي بالمناسبة كان نايم برضه. وبعد شوية كان في سفينة تانية بتبحر عكس اتجاه تايتانيك فقررت تلف وترجع علشان تنقذ ما يمكن إنقاذه، اللي هم حوالي 705 شخص باستخدام قوارب النجاة بتاعة سفينة تايتانيك. طب دلوقتي على السفينة كان 2200 راكب، ليه ما تمش إنقاذهم كلهم؟ في الحقيقة إن على الورق تايتانيك تشيل من 48 ل 60 قارب نجاة، بس في الواقع لقوا إن السفينة عليها 20 قارب نجاة بس، وحمولة القارب الواحد حوالي 65 شخص، فبحسبة بسيطة العدد اللي يمكن إنقاذه فعليا هو 1170 شخص، يعني في حوالي 1000 شخص مش معمول حسابهم. طب إزاي سفينة بالإمكانيات دي ما يكونوش عارفين إنهم داخلين على مصيبة زي دي؟ لأن رغم الإمكانيات العالية اللي كانت في سفينة تايتانيك ما كانش فيها منظار واحد بس، اللي لو كان موجود كانوا شافوا الجبل وكانوا لحقوا يتصرفوا. وعلى الرغم إن السفينة كانت مصممة ضد الصدمات إلا إن السفينة لما خبطت بالجنب من تحت، وده دمر 5 مكسورات مهمين وخلاهم يتملوا ميه. في نظريات قالت ان السفينه لو كانت خبطت في الجبل بشكل مباشر ما كانتش غرقت. وبس كده، وستوري النهارده ان الناس اللي وقعوا قبل كده كانوا بيقولوا احنا مش زيهم، بس الارض لسه فيها نفس الحفره ونفس النهايه.